لو انتوا في الساحل وبتدوروا على مطعم تاكلوا فيه وتنبسطوا بكل جنيه دافعينه، احب اقول لكم على مفاجاه ان قرمة فهمي اخيرا فتح في الساحل. هتلاقوه في كافالا بعد سيشل الكيلو 135. اول حاجه دايما بنبتدي بيها اول ما بنروح قرمة فهمي ان احنا نطلب الستريبس مع البطاطس مع الحبشتكنات بتاعتها مع العيش البلدي بتاعهم الخطير اللي خارج من الفرن علينا على طول. ودي بقى الفقره المفضله ليا انا والبنات، ان احنا نغرق الستريبس والفرايز بصوصات قرمة فهمي. مش قادره اوصف لكم قد ايه احنا مستمتعين بيهم. وطلبنا سلطه خضراء بتاعت قرمة فهمي مختلفه تماما عن المعتاد بس طعمها خطير، حسيتها شبه السيزر سالاد شويه. وهفضل اقول لكم كل ما اروح قرمة فهمي ان ده اكتر طبق انا بحبه في حياتي. فيليه مشوي ميديوم والخطير مع الثوم والزبده ما فيهوش غلطه يا جماعه، مع الزعتر كده. انا ممكن اروح اكله كل اسبوع بجد من كتر ما انا بعشقه، بستمتع استمتاع بيه مش قادره اوصفه لكم. روحوا جربوه وبجد هتدعوا. كمان طلبنا الكفته المشويه اللي بالجبنه، بتتقطع قدامكم كده وبتتغرق في صوص جبنه زي ما انتم شايفين، بيمط لحد السما. كمان لو بتحبوا السجق عايزاكم تجربوا في قرمة فهمي السجق جبنه، هتلاقوا برده الجبنه بتمط معاكم لحد السما، وطعمه كمان خطير وتتبيلته خطيره. ولا جمال الموزه دي بقى يا جماعه، الدايبه حرفيا. بصوا العظم بيقع من الموزه ازاي من كتر ما هي الدايبه حرفيا. بتنزل لكم مع شعريه بالبيستاشيو، جربوها هتعجبكم. نختم بقى باحلى بسبوسه ممكن تجربوها في حياتكم من قرمة فهمي، بيغرقوها في الويبنج كريم مع شويه من البيستاشيو او ممكن تاكلوها ساده. بجد كانت خطيره مع براد الشاي بقى وفطيره متغرقه في السكر واللبن. يلا اعملوا منشن لاصحابكم وروحوا كلوا في مطعم قرمة فهمي عشان بجد هتنبسطوا قوي. باي باي.